Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlul Quran wal iman was sohbatis salihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحيانا نشعر بالغيرة من الذين يحفظون القرآن لأنهم هم أهل الله وخاصته، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: Inna lillahi ahlina minan nas. Qila man hum ya Rasulullah? Qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Fa ahlul Quran humul ladhina ja'alu kalamallahi fi unsahum fil lail wa rafiqahum fin nahar yaqra'unahu wa yatadabbarunahu wa ya'maluna bih. هم الذين يتشرفون بشفاعة القرآن يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نعم يا إخوتي، إن الحرف الواحد من كتاب الله يضاعف أجره أضعافا كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فنسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهله وخاصته. أيها الأحبة، إن الإيمان هو أساس الحياة المسلم. إن الإيمان هو أساس الحياة المسلم، وهو تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. أما الملائكة فإيمانهم ثابت لا ينقص أبدا، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويعملون ما يؤمرون، كما قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد أخذ الله منا العهد منذ عالم الأرواح حين قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فكلنا قد اعترفنا بربوبية الله قبل أن نأتي إلى هذه الدنيا. ومن علامات الإيمان الحي أن يكون القلب عامرا بذكر الله واللسان رطبا من تلاوة القرآن والعمل خالصة لله لا رياء فيها. ولكي نحدد إيماننا علينا أن نكثر من قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأن نقرأ القرآن بتدبر ونطلب العلم الشرعي ونختار الأصدقاء الصالحين الذين يعينوننا على طاعة الله. فلنحرص على أن يبقى إيماننا حيا متجددا في كل يوم. فبالإيمان نحيا، وبه نسعد، وبه نلقى الله تعالى برضاه. أيها الإخوة، كثير من الناس ينسى النعمة
ينسى النعم التي أنعم الله بها عليه وينظر إلى ما فقد بدلا من أن يشكر ما وجد. تذكر دائما حصير في بيتك خير من سرير في المستشفى. وضيق الرزق خير من ضيق النفس. فالمال أدنى درجات الرزق. أما الصحة والعافية فهي أعلاها وأتمنها. من شكر الله زاده الله نعمة وبركة كما قال الله تعالى في القرآن لئن شكرتم لأزيدنكم. فلنكن من الشاكرين في السراء والضراء ولننظر إلى ما عندنا بعين الرضا واليقين. فما دام القلب عامرا بالإيمان فكل ما حولنا خير وبركات. عباد الله، من أعظم النعم بعد نعمة الإيمان والصحة هي نعمة الصديق الصالح. فالصديق الصالح يذكرك بالله ويأخذ بيدك إلى طريق الخير. أما الصديق السيء فيصرفك عن ذكر الله ويقودك إلى المعصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فاختر صديقا إذا رأيت وجهه تذكرت الله وإذا كنت معه أصبحت أفضل مما كنت. فالصديق الحقيقي ليس الذي يضحك معك فقط بل الذي ينهدهك بلطف إذا أخطأت ويواسيك إذا حزنت ويحفظ سرك ويدعو لك بظهر الغيب لأنه يحبك في الله. وفي الختام نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الأهل القرآن وأن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يعيننا على شكر نعمه وأن يرزقنا الصحبة الصالحة التي تدلنا على الخير وتبعدنا عن الشر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسببا لرضاك وجناتك. اللهم اجعلنا من الذاكر الشاكرين واجعلنا من أهل طاعتك وأحشرنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.